السلام عليكم. كولر في اجتماع مهم جدا مع إدارة النادي الأهلي، وبيطالب إدارة النادي الأهلي بأربع طلبات، وقال لهم إذا كنتوا عايزين بطولات شرط أساسي تنفذوا الطلبات دي، والطلبات اللي بيطلبها دي قصادها بطولات، وفي الأول والآخر كله لصالح النادي. وطلبات كولر كلها منطقية، بس للأسف إدارة الأهلي بتتنازل كتير في حق النادي، وبتتنازل كتير قوي في الدفاع عن النادي. وللأسف كولر وصل لدرجة القرف والاشمئزاز من الفوضى اللي بيشوفها في الكرة المصرية، والظلم اللي بيتعرض له النادي الأهلي واللاعبين، سواء من اتحاد الكرة أو من رابطة الأندية، والتحكيم اللي حصل في ماتش البنك الأهلي. وكولر بيقول أنا مش مصدق إزاي الحاجات دي بتحصل في الكرة المصرية. وطبعا كولر راجل أوروبي مش متعود على الحاجات اللي بيشوفها دي، لأن في أوروبا في انضباط وعدالة ونظام. والراجل بيقول إن أول مرة أشوف في حياتي اللي بيحصل في الدوري المصري ده. واستغرب كولر وقال إزاي فريق زي الأهلي مشرف مصر بره وجوه ويحصل فيه كل اللي بيحصل ده والحاجات اللي بيتعرض لها دي. طلبات كولر كتير، بس اهمها اربع طلبات. واول طلب هيكون الرد السريع مع اتحاد الكوره واداره الجهاز الفني لمنتخب مصر لحل مشكله الارهاق الشديد اللي بيحصل للعيبه في معسكرات المنتخب. وقال ان انا شايف ان الاهلي الوحيد الضحيه، والدليل ان الاهلي اتحرم من 10 لعيبه ومش هيكونوا متواجدين في تدريبات النادي الاهلي بالقاهره قبل ما يسافروا لتنزانيا قبلها بيومين. كولر بيقول اللي بيحصل ده مش موجود في العالم، مش موجود غير عندكم انتوا بس. وبيقول ان كل العالم فيه منتخبات وفرق وسفريات وبطولات قاريه ومحليه، مش بيحصل معاهم كده. انما فريق يتحرم من 10 لعيبه مره واحده، وكمان مش هيلحقوا يتدربوا قبل مباراه قاريه مهمه وفي دور ربع النهائي وفي بطوله مهمه. بصراحه دي حاجه ما شفتهاش في تاريخ الكره نهائي، ودي حاجه واضحه وصريحه. وللاسف الاهلي بيتعرض لها الايام دي، لان ال10 لعيبه اللي المنتخب واخدهم بيمثلوا 90% من التشكيله الاساسيه للنادي الاهلي. كمان هيتحرموا من المران الاخير قبل مباراه سيمبا التنزاني. ويا ترى حد هيرجع مصاب ولا هيحصل ايه؟ الطلب الثاني لكولر يطالب اداره مجلس النادي الاهلي بالجديه واتخاذ موقف حازم لعوده الجماهير للمدرجات بعد ما عادات جماهير النادي الاهلي تراجعت بشكل كبير الفتره الاخيره، سواء مباراه سموحه او مباراه البلديه او مباراه البنك الاهلي، وحتى في مباراه دوري ابطال افريقيا قدام يانج افريكانز. كولر مش مصدق الجماهير اللي كانت ماليه ملعب الهلال السوداني والرجاء كانت حوالي 100,000 مشجع، وفي مباراه الوداد في الفاينل في المغرب كان الملعب مليان جماهير. دلوقتي الاعداد ما بتعديش 1000 او 2000 مشجع بالكتير. الطلب الثالث لكولر هو سهل جدا، وهو استعاده احمد القندوسي من سيراميكا كليوباترا من الاعاره في الموسم المقبل، وقال ان مكانه محجوز بين المحترفين بعد انتهاء عقد موديست. الطلب الرابع هو ان الاداره تدعم الفريق بصفقات في الصيف المقبل باربع لاعبين، ويكونوا على مستوى عالي في اربع مراكز في الدفاع والظهير الايسر والجناح الايمن وراس الحربه. وقال مفيش مانع ان الاربعه يجي منهم اتنين محليين واتنين لعيبه محترفين بدل المحترفين اللي موجودين دلوقتي اللي الاهلي هيستغنى عنهم. اهلاوي انا والفخر ليا، وهفضل اشجع النادي الاهلي لاخر نفس فيا. صباحكم اهلاوي، السلام عليكم.